السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض حمام وفراخ محشيين ومتحمرين في الفرن. السوا بتاعهم كله هيكون في الفرن، مش هنعمله بشوربة كده زي ما احنا متعودين. انا هنا بقى نقع الفراخ والحمام بتوعي في المحلول اللي هو مية بدقيق بليمون بملح، ومقلبهم كويس فيه. وبعدين هنا انا جهزت حوالي 8 او 9 بصلات. انا هقسمهم على كام حاجه. تمام. انا هنا اول خلطه معايا جبت حوالي 3 طماطميات مع 3 بصلات او 4 متوسطين براحتك، وبتحطي عليهم زيت، خل، 5 فصوص توم زي ما احنا شايفين كده، شويه التوابل بقى بتاعتك كده، السبع بهارات مع شويه فلفل اسود، ملح، كمون، حطيت شويه زنجبيل زي ما احنا شايفين، وضربتهم في الخلاط كويس قوي. كنت عصر عليهم تقريبا 4 ليمونات. الخلطه ديت انا بجهزها وهركنها على جنب عشان هنعرف هنعمل بيها ايه دلوقتي. تمام. الخلطه ديت روعه جدا وجميله. هنا انا حطيت الزيت، طبعا الخل كنت حطيته، فهنضربهم في الخلاط لان ده هنحشيهم للحمام والفراخ قبل وبعد الحشو. هنشوف ازاي. هنا خلاص تمام معايا. هبدأ اجهز بقى معايا الحشوة التانية. جبت هنا برضو حوالي 3 او 4 بصلات زي ما احنا شايفين، مع معلقة سمنة بلدي جميلة وشوية زيت صغيرين، ما زودتش قوي زيت. ودبلتهم شوية على النار، يعني مش قوي، حاجة بسيطة كده. وجبت شوية زبيب. الحركة دي جميلة قوي لما بنحط الزبيب في البداية، بيكون الزبيب معايا كده جميل، بيبقى شبه العنب كده. وشويه قرفه بقى، الله الله على الجمال. مع شويه طبعا ديت السبع بهارات، برضك شويه سبع بهارات وشويه كزبره. وكان عندي طبق كبده فراخ زي ما احنا شايفين، او لو عندك حاجات طالعه من الفراخ يعني كبد وقوانص وكده، بس انا كان عندي طبق كبده حطيته وقلبته كويس جدا معاه. الكبده بس تاخد تشويحه مع البصل كده حلوه. وطبعا كنت حطيت برضك شويه ملح، يعني انا بحط شويه ملح في الاول وبعدين في الاخر عشان اظبط الطعم. هنا حطيت شويه لوز برضك زي ما احنا شايفين، ممكن تكسريه ممكن تقشريه وتحمصيه براحتك خالص، يعني ده شيء يرجع لك. فهنا بقى انا قلبت ده كله على بعضه، بسيبهم شويه مع بعض، طبعا بغطيهم عشان بس الكبده تتشوح معايا شويه. وبعدين بكون مجهزه رز عندي، بكون غسلاه كويس ومصفياه زي ما احنا شايفين. وبعدين بحط على الخلطة بتاعتي واقلبهم كويس قوي قوي. الريحة اصلا من اول ما بنعمل ده كله بتبقى قلبة الدنيا كده زي ما بيقولوا، ما شاء الله. هنا قلبت كويس جدا. حطيت مية يا دوب غطت لي الرز، يا دوب كده غطت، يعني مش العقد قوي يعني، بس يا دوب كده زي ما احنا شايفين. تمام. وهديت النار وغطيت خلاص على الرز بتاعي. تمام. هنا بقى انا زي ما انتم شايفين كده، انا بوريكم ان انا غسلت الحمام والفراخ بتاعتي كويس جدا، واشتلت الجلد اللي هو خليته شويه كده عشان يبقى سايب من على اللحمه. تمام. يعني خليت الجلد كده شويه عشان اما بنيجي نحشي. هنا جبت الحشوه الاولى اللي انا عملتها وحشيت بيها الفراخ من جوه ما بين اللحمه والجلد. والفراخ عندي كنت مقطعاها كده شرايح عشان برضو احط التتبيله دي فيه. التتبيله دي روعه، بتخلي الطعم جميل. هنا فردت صينيه بقى وعليها السوليفان او الفويل بتاعك زي ما احنا شايفين، وحطيت عليها دهنتها سمنه بلدي، وعملت كام بصله كده شرايح عشان وهي في الفرن ما تتلسعش الفراخ او الحمام من تحت. فلو حاجه اتلسعت يكون البصل مش الحاجه اللي انا بطبخها يعني ايا كانت. تمام. هنا بقى بعد ما طبعا انا حشيت خلاص بالرز بتاعي، جبت الرز هو لسه قبل ما اردده بدأت احشي الفراخ. طبعا كنت باخد كمية بعيد خالص عن النار، يعني قبل ما يستوي في نفس الوقت عشان اللي يتفضل عندي اسويه يفضل نظيف. تمام كده. وبعدين جبت الخلطة الأخيرة دي بقى قمت حطها على الوش زي ما احنا شايفين. وبعدين بجيب سوليفان من فوق كده وبقوم مقفلاه كويس، بسيب فتحات صغيرة بس من الجنب كده عشان يطلع لي الهواء. وخلاص على كده. ويعني خد مني كله بالتحمير حوالي ساعة ونص، يعني مثلا حسب بقى الفرن بتاعك او كده، من ساعة الا ربع لساعة، ساعة وربع، ده على ما يستوى. وبعدين بتشتغلي الفويل اللي فوق على الوش
لحد اما الفراخ والحمام بتوعك ياخدوا وش شويه، تحمريهم نص نص، تحمريهم قوي براحتك بقى. هنا انا كنت حطيت عليهم الفويل زي ما احنا شايفين. خلاص كده بتكون حاجتك جهزت اهيت. بتقومي مدخلاها الفرن، طبعا بتكوني مسخنه الفرن الاول، وبعدين بتطلعيه بقى وتقدميه في طبق زي ما احنا شايفين كده. انا طبعا ما تقلتش خالص عليه برضو لان ما شاء الله كان استوى. وديت اوراق الفراخ، ده حمام. شوفوا الجمال، الخلطه دي روعه طعم وريحه. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي بس الريحه عندكم كانت عامله ازاي والطعم عامل ازاي. جربوها كده وقولوا رايكم، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.